دكتور عبد الله الطريجي، أنا شاكر لك وأتمنى لك التوفيق، وأنت ولد الدائرة الأولى، ولد الربيثية، فشو تقول حق الناخبين؟ طبعا احنا مقبلين على انتخابات برلمانية ومقبلين على مفترق طرق، والكويت يعني أمانة في أعناق جميع المواطنين، وأيضا محتاجين إلى استقرار الفترة القادمة، استقرار سياسي، وأن نكون جاهدين. يعني أمانة أنا متأكد أن الناس عندها إحباط، الناس ملت، نعم. ما ألومها، لكن أتمنى أن من أجل الكويت، أن في يوم 4/4 من أجل كلمة صاحب السمو، الاختيار الأحسن أن نذهب إلى صناديق الاقتراع، أن نختار الأفضل في الدوائر، لأن مستقبل الكويت مرهون في اختياراتكم. لذلك أتمنى يكون الاختيار أيضا على مستوى المسؤولية، وأن يكون من أجل الكويت وليس للعلاقات الشخصية. وأنا أيضا دوري الحين بسألك، بما أنك الدائرة الأولى وبدون هذا عندك عدد من أيضا المرشحين، صوتك من حقه. شوف، أنا دائما صاحب هذا الشعار. نعم. أنا أصوت قناعة، نعم. مو فزعة. تمام. وأنا مقتنع بعبد الله الطريجي. مشكور، جزاك الله خير فيصل.